الرياضي الامير مولى عبد الله. هكذا اعتاد فريق الوداد منذ بدايه الموسم الحالي استقبال بالمجمع الرياضي في انتظار العوده الى المركب الاسطوري مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وهناك وعود من اجل فتح ابواب المركب في حال وصول الوداد. ان شاء الله الوداد يصل للدور النصف النهائي حتى يلعب في مدينه الدار البيضاء وامام الانصار، ولكن قبل ذلك هنا الموعد مع مهمه صعبه وصعبه للغايه، لن اقول سهله. صحيح الوداد الرياضي تعادل 0-0 في هورويا، ملعب هورويا هناك بكوناكري، ولكن لا شيء حسم. ننتظر 90 دقيقه وننتظر وداد هجومي، وداد بالشكل الذي يلعب به دائما عندما يستقبل سواء في الرباط او في الدار البيضاء امام الالاف من الانصار الذين حجوا للمجمع الرياضي، رغم ان المباراه تجرى بالرباط، ولكن كثيرون من تنقلوا وكثيرون من فضلوا مشاهده مباراه الوداد الرياضي هنا بالعاصمه المغربيه الرباط. والصوره والدليل امامكم، نعم كل الاطياف، صغار كبار نساء رجال، الكل يحب الوداد. واجس هو هدف مبكر من العناصر الوداديه، ضربه راسيه من اشرف داري، ولكن متابعه بعد ذلك الى ضربه لهورويا. كيف سيلعب الفريق الغيني؟ لا اعتقد بانه سيفتح اللعب. فوزي البنزرتي جدا، بينما زوير المترجي حول المرور من الجهه اليمنى يلعبها لمحمد ناجم، يرفع محمد ناجم والكره بعد ذلك تبعد الى صعود اصحاب القامه الطويله بمن فيهم اشرف داري كان قريبا من هز الشباك، كان قريبا من هز الشباك. انتظرتك يا داري في هذه الركنيه. اعتمد على الكثافه العدديه في وسط الميدان. حذاري من هذه الكره، حذاري طلع. هذه الكرات التي تحدث عنها مشاري الذي انطلق. شوف هذا مرة أخرى يضربون بخط الدفاع في لمسة واحدة وفي تمريرة واحدة. المراوغة والتسديدة من أبا بونيفيس. أبا هنا حاول يسدد الكرة، لكن في نهاية المطاف يا سلام يا شيخ ياكو، يا سلام يا إبراهيم يا كومارا. هنا اللحظة التي تدخل فيها في التوقيت المناسب، بينما الكرة الأخطر من أشرف داري. شوف هنا التمركز والتحرك من أشرف داري يرتقي أعلى من الجميع، والكرة يتم إبعادها مباشرة على الخط، هذه من زاوية أخرى. كانت رائعة جدا هذه الضربة الرأسية من اللاعب أشرف داري والدفاع طف، لكن بعدها جات فرصة. الكارتي كان بجانبك السعيدي، تبقى ولاية يحيى جبران يعطي باس. هنا العرضية من محمد، عن رسميتك في مسار الوداد فيما تبقى من مباريات هذا الموسم، لما لا؟ ناجم وكذلك مع اسماعيل الحداد. هو وناجم يدخل لمنطقة جزاء، وناجم فرصة الركنية من طرف اللاعب محمد، وناجم يرفع، وناجم والراسية بعد ذلك يلعب هذه المرة قصيرة ممتازة مع وليد، وناجم مرة أخرى يعليها. الحداد يمشي الحداد يرفع الحداد للخلف مرة أخرى. أنا مشاري في منطقة الجزاء، هي محمد النايري كان جاهز، كان على أوبة الاستعداد في القائمة الثاني. مرفوعة هذه الكرة من لاعب وسط الميدان وليد الكارتي، نام على المقاس، حط براس اللاعب محمد الناري، ولكن مرت جانبية لهذا. تبقى الأخطر إلى منطقة الجزاء. نيكيما يرفع لحسن الحظ صاحب الضربة الرأسية في أول ركنية لفائدة نادي هورويا، الفريق اللي قلت بأنه انهزم الموسم الماضي في النسخة 2018 بنتيجة هدفي المباراة. يقل التركيز وممكن تجي الإنذارات المجانية. ضربة رأسية كان حاضر كذلك في جل المباريات بالنسبة لعناصر فريق الوداد الرياضي. انطلاقة سريعة، المرمى تلعب هذه الركنية. أحمد رضا التاكناوتي طلبة في دار المدافع يمين، وناجم برافو ناجم الحارس يخرج في نهاية المطاف. يصعد له نصير وناجم، والمتابعة بعد ذلك من زوير المترجي. الوداد ينوع في الهجمات، يلعب أكثر على الجهة اليسرى. فرصة جول طريقك سالك يا وليد الكارتي بلمسة الكبار يشعل المدرجات وينسى الشباك الغينية. يا لا من لمسة في العمق، ويا لا من متابعة منك يا وليد الكارتي. ينسى الشباك الغينية، هذا هو السيناريو الأمثل. الوداد
استعداد أنه يسجل في الربع ساعة الأول. مشاهدينا الكرام، كل شيء كان جميلا في اللقطة الماضية. هاي الصورة مرة أخرى، هاي التمريرة الذكية، لم يكن أبدا متسللا. وليد طلب الكرة في دار المدافعين، وليد الكارتي يتحرك، ينسى ليرفع الكرة على حارس المرمى. يا سلام على هذا الهدف، يا سلام على هذا الهدف يا وليد الكارتي. هنا رغم الخروج، رغم أن نديا يحاول يغطي أمام وليد الكارتي، ولكن لمسة كانت رائعة يا وليد، لمسة تؤيد إلى الأذهان ذكريات 2017 وذكريات وليد الكارتي. سجل مرة أخرى بكيفية رائعة. السوبرمان، السوبرمان التاغناوتي يحرم الأورويا من هدف التعادل. ماذا قلت لكم مشاهدينا الكرام؟ هدف سيشعل المباراة، وهدف سيجبر نادي أورويا على اللعب إلى الهجوم. مع صعود أورويا أكيد ستظهر مساحات لعناصر نادي الوداد الرياضي، أكيد ستسهل المهمة، لكن وجب الحذر من لاعبين يلعبون بشكل رائع. سواء بداية المباراة الجهة اليسرى معطلة تماما، تمشي كرة لمحمد الناجم، محمد الناجم يفضل المراوغة، يرفع ثاني جول، جول. الليلة ليلتك يا وليد، الليلة ليلتك يا وليد. وليد الكارتي نعم يعود لزيارة الشباك، يلغي 2-0. مجهود أكثر من رائع من محمد ناجم، 10 على 10 يا ناجم في مباراة اليوم. أنت تفعل ما تشاء وتصول وتجول وقت ما تشاء وأينما تشاء. ناجم الرفعة، لاحظوا نصير ينفذ التماس، هنا ناجم في الاستلام. يا سلام يا سلام يا سلام، شوف تحرك وليد، شوف تحرك وليد، هذه ذكرتني بنهائي أمام الأهلي. تحرك وليد وطلب الكرة من وليد وبالراس من دون رقابة، حتى في المرمى رائع جدا يا وليد. الليلة ليلتك يا وليد يا الكارت. تعويض هذه بريسينغ عالي جدا، وناجم يعطي كرة فرصة. هذه السعيدي، السعيدي ماذا سيفعل؟ يرجع لي وناجم يرفع راسه، وفرصة الهدف الثالث لا زالت قائمة. يصعد يحيى جبران بالكأب لمن يا يحيى، بالكأب لمن يا يحيى. يرجع مرة أخرى عناصر الوداد. نصير الدوران يا نصير يلعب في الجيل من وناجم ماذا سيفعل؟ مرة جول، جول، جول. عالمي 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 يا نصير، عالمي يا نصير، عالمي يا نصير. ماذا أقول عنك يا نصير، وماذا أقول عن هدفك يا نصير؟ هدف ولا أحلى من عبد اللطيف. بركاتك يا نصير، بركاتك يا الوداد. وداد أنت الحقيقة والخيال، أنت المحبة والجلال. هذه الإعادة مرة أخرى. يا سلام على هذه اللقطة، يا سلام على إبداعاتك اليوم يا نصير، ومعك محمد ناجم. يا سلام، نصير حطها بشكل رائع جدا. كرة الهدف الأول للاعب وليد الكارتي، لكن عنده مترجي في خطأ. نعم، تدخل كان واضح. على الأرجح سنشاهد النهيري في عملية تنفيذ الضربة الحرة. هذه الكرات ومن هذه المسافات ومن يا محمد النهيري لتنضاف إلى قائمة المسجلين، وأنت هداف الوداد الرياضي في دوري أبطال. النهيري سدده مرة عالية، دائما يستعمل القوة محمد النهيري. نعم، وهذا ما حصل. نعم، من جانبك يا محمد النهيري سدد هورويا. هذه الإعادة مرة أخرى، السدادة قوية ولكن علت اللاعب عبد اللطيف نصير. إذا نصير في تنفيذ وانتصار في دوري المجموعات على حساب بلاتينيوم بهدف مقابل وداد. فرق كبير بين منطلقة تنفيذ الركنية، عملية ثنائية بين محمد النهيري وقع يسار ناجم، يرفع ناجم، لكن ما قال مع نفسه وجب الوداد الرياضي تلعب الركنية داخل منطقة جزاء. ناجم يعيد لوليد، وليد فرصة، جول، جول. محمد النهيري، جول يدور الوداد في مسار دوري ابطال افريقيا. افرح يا النهيري، عبر عن فرحتك يا النهيري. هنا جاتك الفرصه يا النهيري، والفرصه لما تجي النهيري لا يضيعها. هنا في وضعيه المثاليه، حط الكره في الشبكه الغينيه. 4-0. الاحمر يضرب بقوه. فهل من مزيد؟ العداد يشتغل، الخامس والسادس لما لا. هنا تنفيذ الركنيه بطريقه اكثر من رائعه، وناجم بالكعب.
علاها وليد، حطها وليد على المقاس، والمنادات من محمد الناري في القائمة الثاني من دون رقابة. يا سلام على الكنترول، شوف كنترول الكبار، أنت من الكبار. يا سلام، حصرها باليمنى وسددها باليسرى، هذا من الكبار. نجوم الوداد ونجوم القارة السمراء. النهيري بطريقة أكثر من دوري أبطال. الخامس زهير المترجي ينهي بالخامس. مشاهدينا الكرام، هكذا النهاية السعيدة، وهكذا جاء الهدف إثر خطأ في تغطية الدفاعية. أخيرا تفعل يا زوير، أخيرا يا المترجي تفعلها. احتفظ بك المدرب فوزي البنزرتي في رقعة الميدان، وأنت تسجل خامس الأهداف. ماذا هناك؟ باملاك تسمة في هذه اللحظات. ما هو قرار